أصدقائي، مرحبا وأهلا وسهلا. تعثرت الوداد أمس في بيتها برسم مباريات وإقصائية كأس العرش، فهل تعوض الوداد أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل؟ هذا ممكن وغير ممكن. أقول ممكن ولكنه صعب. أقول للمغرب الفاسي الآتي: القادم هو الوئام، وإلا فلا مجال بعد اليوم لأي وئام بين الفاسيين الكرويين. بالنسبة لمباراة الوداد المغرب الفاسي، كنقلب بالفتيلة والقنديل عن مبررات لهزيمة الوداد أمام المغرب الفاسي، فلا أجدها. كما بحثت بالقنديل والفتيلة ومع جميع المصابيح عن مبررات إضافة الحكم السيد رضوان جيد 5 دقائق لمباراة الوداد المغرب الفاسي، فلم أعثر عليها. رضوان جيد كان حكما مرموقا متسيدا سيدا في المباراة بأكملها في جميع قراراته، ما عدا حاجة واحدة، هي إضافة 5 دقائق. نقول ليه: لو أن المغرب الفاسي هي اللي تسجل عليها الهدف في الدقيقة 90، واش كنت غادي تزيد 5 دقائق؟ المغرب الفاسي لم يقدم مباراة قادرة على هزم الوداد، ولكنه قدم مباراة بطريقة تمنع الوداد من بلع فريق المغرب الفاسي في رمشة عين. صمد المغرب الفاسي وشتت، ثم صمد المغرب الفاسي وشتت، ثم شتت المغرب الفاسي وصمد. ومن زحمة البلبلة الدفاعية الودادية سجل فاستحق الفوز، ولا مجال للمبررات سوى مبرر واحد، وهو استرجاع ذراع الفريق القوية وهي الجماهير الفاسية إلى حظيرة المغرب الفاسي. البارح بان لي أنا كنتكلم كما أنا، وكما هي الشمس، وكما هو القمر، وكما هو الحجر، وكما هو البحر. شخصان بان لي البارح بأنهم تضررا من هزيمة الوداد أمام المغرب الفاسي. هما المذيع الذي كاد أن يغمى عليه لما سجل المغرب الفاسي، والمحلل اللطيف الطيب المحمودي وهذا ألاحظه عليه، لما تخسر الوداد تخسر أيضا مخارج الحروف بين شفتيه. وصاية أخيرة تساوي جملا كما يقول العرب: اللي سجل الهدف للمغرب الفاسي وهو كوفي بوي لن أقول عنه بأنه أصبح كابوسا للوداد، بل أرى أنه تجاوز حدود اللياقة مع الحكم، ولولا رباطة جأش الحكم لطرده، وهذه علامة لا تريح الخاطر وليست في صالح للاعب والمغرب الفاسي مستقبلا، وقد أعذر من أنذر. إلى اللقاء.